يا جماعة، مش لازم ابنك اللي بيكح ده يكون محتاج مضاد. مش لازم ابنك السخن ده يكون محتاج مضاد. المضاد مش خافض حرارة. المضاد مش دواء كحة. المضاد ليه الحتة اللي بنكتبها فيه. المضاد ده علاج لبكتيريا موجودة. 90% يا ستي، بلاش 90، 80% يا ستي، بلاش 80، إن شاء الله حتى 50% من التعب اللي بيحصل لعيالك ده سببه فيروسي. فيروسي ده يعني مش محتاج مضاد. مجرد بس ان احنا هنصبر يومين تلاتة الدنيا هتهدى. ولكن احنا نقول ايه؟ ما بنصبرش. الواد لازم يخف في التو واللحظة، ننزل الصيدلية نجيب المضاد، نديله الحقنة ونديله الكورتيزون عشان يخف ونبقى مبسوطين يومين تلاتة ويرجع يتعب تاني. وبالتالي نديله برضو نفس الحقنة ونفس الكورتيزون، واليومين تلاتة دول يبقى يوم، وبعد كده برضو يتعب ونديله الحقنة ونديله الكورتيزون، والواد يفضل طول حياته تعبان. وانتي فرحانة بان انتي بتعالجيه، وفي الاخر تقولي لا ده المشكلة في الواد، الواد مناعته ضعيفة. والله انتي السبب.